السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وسيراميكا، ويعلق على لقطة الهدف الملغي للأهلي ويصدم الجميع. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من الحكم إبراهيم نور الدين، وخاصة في مباريات الأهلي. وقد صرح الحكم إبراهيم نور الدين لإذاعة الشباب والرياضة وقال: لقد كانت مباراة صعبة للغاية مثل باقي المباريات التي أحكمها للنادي الأهلي، ودائما مباريات النادي الأهلي تشهد إثارة في الجدل وخاصة في الحكام. وسأله مقدم البرنامج: هل شاهدت لقطة الهدف الملغي للأهلي بعد هذه المباراة؟ فرد وقال: لقد شاهدتها من خلال موبايلي، وأعتقد أن هذه الكرة هدف صحيح لأن اللاعبان كانوا على نفس الخط، ولكن أنا لم أشاهدها، ولكن الفار هو الذي احتسبها. أنا لم أشاهدها في الفار، ولكن أنا احتسبت ركلة جزاء لصالح الأهلي، ولكن الفار أيضا هو الذي احتسبها. ودائما جمهور النادي الأهلي يتهمني أنني ضد النادي الأهلي، وهذا غير صحيح. فأنا دائما أحكم المباريات بالعدل، ولكن لاعب الأهلي ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ دائما يتطاولون على الحكام، وبالذات أنا، ولا أفهم لماذا، على عكس لاعبي نادي الزمالك الذين دائما يحترمون الحكام ويقدرونهم جيدا. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.